التقدم في العمر مجرد رقم لعدد اللاعبين، هو كابوس للعديد منهم. أكبر لاعب حالي في كرة القدم كازايوشي ميور، هو لاعب ياباني ينشط في الدرجة الثانية في البرتغال. كان تحول في صغر سنه للبرازيل بحثا عن تحقيق حلمه، ويتعاقد في أول مرة مع فريق محترف وهو سانتوز البرازيلي، وصح معهم مدة 10 سنين، وقعد كل عام يتبعث في إعارة. اللاعب هذا لحد هذه اللحظة ما زال ينشط في كرة القدم، كيفو برشا خاصة في تونس اللي يلعبوا لكن في أعمار الأربعينات. نحكيو كيما وسام بن يحيى، نحكيو كذلك على ماهر الحناشي وعدد اللاعبين اللي كذلك ينشطوا في الرابطة الثانية والرابطة الثالثة والرابطة الجهوية. لكن الحديث الأبرز في هذه الحلقة باش تركز على لاعب ينشط في عمر 54 عام. نعم، نحكيو على 54 عام. اللاعب هذا هو حارس كرة قدم، حارس مستقبل لوزة، فتحي بن حسن. كما نعرفوا اللاعب في تونس 40 عام كأكثر عمر انه ينجم يكون موجود فيه. وسام بن يحيى صحيح كسر القاعدة هذه، توجي نهار نحكيو عليه، لكن القليل وين نلقاو لاعب في العمر 54 عام ومازال موجود في كرة القدم. الركور كان عند عصام الحضري مع مصر في سن 48 عام، كان اعتزل. 54 عام لحد الآن فتحي بن حسن ومازال متواصل، وقال على لسانه انه باش يحاول يوصل ل 60 عام وهو في حراسة المرمى مع لوزة. كانت تقمص عدد الأندية التونسية أبرزها هلال الشابة والأهلي الصفاقسي، والآن مع فريقه له مستقبل لوزة. فتحي بن حسن 54 عام والعمر مجرد رقم، يزيد أكده لنا فتوح.